اهلا وسهلا بيكم مره تانية. احنا دلوقتي في المرحله الثانيه، مرحله التنفيذ، وهنتكلم النهارده عن المسار الثالث وهو مسار الكنترول او التحكم. كلنا عارفين ان في مرحله التندر الزملاء في التندر دراستهم للمشروع في تكاليفه ووقته والسيكونس بتاعه كانت قايمه على افتراضات درجه الدقه بتاعتها والعمق في التفاصيل ما كانتش الدقه بتاعتها 100%. لما بنستلم المشروع ونبتدي ندرس بطريقة أكبر وبندخل في تفاصيل أكتر، بنحط افتراضات تانية بنعمل عليها الجدول الزمني وميزانية المشروع والكاش إن والكاش أوت. برضو على بعض الافتراضات هي أقرب شوية للواقع ولكن مش الحقيقة المؤكدة. مجرد ابتدينا المشروع واشتغلنا فيه شهر واثنين وثلاثة أصبحت معانا حقائق مؤكدة موجودة على الأرض. لازم كل الافتراضات اللي احنا عملناها في الاول نعيد ترتيبها تاني من الاول ونشوف ده تأثيره علينا ايه. الكلام ده هنتكلمه في 4 محاور. اول محور المحور البرنامج الزمني. البنود اللي احنا افترضنا لها مدة تنفيذية معينة هل بتتنفذ زي ما احنا افترضنا ولا بتزيد ولا بتقل؟ لازم نعمل الوكيت لكل البنود على البرنامج الزمني ونطلع منه ريفايز. الإعادة دي ممكن تكون انترنالي جوه الشركة، مش شرط ندخل فيها أطراف خارجية، عشان نقدر نعمل برنامج زمني حقيقي من نتائج طالعة من الأرض، طالعة من السايت، بناء على الريبورت اللي بتيجي منه. وارد جدا أثناء الإعادة دي نلاقي إن الكريتيكال باص اتغير، والكريتيكال باص أصبح على بنود أخرى محتاجين نحط عليها فوكسنج ونحط عليها عينينا عشان نقدر نحرك المشروع لقدام من غير اي تعثر. كذلك التكلفه، الافتراضات بتاعت التكلفه اصبحت حقيقه ما بقتش فرض. بندور على هل احنا شغالين في اتجاه سليم على تكلفه المشروع ولا في بنود بتخسر ولا في بنود ممكن نعمل فيها وفر. الكلام ده كله لازم يعاد تنظيمه تاني. النقطه المهمه قوي كمان البروكيورمنت بلان. طريقه استدعائنا او طلبنا للمقاولين وللخامات يجب ان يعاد النظر فيه وتاكيد ان هو ماشي على الطريق السليم، لان ده درايف بالنسبه لي. من غير الطرفين دول انا ما بقدرش اتحرك بشكل جيد. فلو حصل فيهم اي دروب لاي سبب، شوف نعمل ازاي او بندور نعمل ازاي اجراءات تصحيحيه عشان نقدر نكمل بقيه المشروع. النقطه الاخيره الكوميونيكيشن بلان بتاعتنا ماشيه كويس ولا وحش. انا عندي 3 اطراف رئيسيه بتعامل معاهم. الملك كوميونيكيشن معاه ايه، ومن بطنه الاستشاري اللي هو المندوب بتاعه للتنفيذ، وعندي الاداره، عندي ادارات الشركه المختلفه بمقاولين الباطن. كل الاطراف دي محتاجين اعرف انا لما بتعامل معاهم هل الاجراءات اللي انا باخدها دلوقتي كافيه ووافيه بكل متطلباتي ولا محتاج احسنها. هل المراسلات الريتن هي الاجدى وهي اللي بتحرك، ولا ممكن التفاهمات الفيربال بتاثر او بتديني نتائج معقوله؟ هل الحاجه الاوفيشال ولا نون اوفيشال، سواء جوابات او خطابات او ايميلات او وات ايفر الاجراءات دي مع كل الاطراف. ده بيعاد تاني عشان نشوف الطرق المثلى ان انا اقدر احسن بيها الوضع ده، اقدر اكمل بيه المشروع. في خبرتي المتواضعه من خلال المشروع مثلا مدته سنه، لازم الاجراءات دي تتعمل او يعاد النظر ليها تاني كل 3 شهور، بحيث نقدر نبقى لل4 بنود اللي هو التايم والكوست والبركيورمنت والكوميونيكيشن بلان. ده بحيث نقدر نسيطر بنسبه كبيره جدا على التقدم بتاعنا في الاعمال وما يحصلش دروب فوجائي نقدر او ياثر بشكل كبير على انتاجيه المشروع. زي ما احنا عارفين كلنا ان زكاة العلم نشره. اذا كنت شفت في الفيديو ده معلومة او قيمة مضافة لاي زميل او جروب تقدر تفيده بيها، ما تنساش تعمل منشن او شير. ما تحرمنيش انا وانت ان احنا نشاركوا هذه المعلومة ونستفيد كلنا. اشوفكم